أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا، آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رجل رفقة شخص آخر على سيدنا علي كرم الله وجهه، وكان أميرا للمؤمنين، فقال له: يا أمير المؤمنين، اشتريت دارا من هذا الرجل وأريدك أن تكتب لي بنفسك عقد شراء هذه الدار أو هذا البيت. فنظر فيه علي كرم الله وجهه فعرفه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطي للمؤمن ما يسمى بالفراسة أو الفرقان، يفرق بين الحق والباطل، أو حينما ينظر إلى شخص يعرف في وجهه حقيقة صدقه أو كذبه. فعرفه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بمعنى عرف على وجهه أنه يسير وراء الدنيا ويلهث وراء الدنيا. فأخذ علي كرم الله وجهه قلمه وقرطاسه فكتب: اشترى ميت من ميت دارا تقع في سكة الغافلين، في بلد المذنبين وسكة الغافلين، لها 4 حدود. الحد الأول ينتهي عند الموت، والحد الثاني ينتهي عند القبر، والحد الثالث ينتهي عند يوم القيامة، والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. فختم هذا الصك وأعطاه لهذا الرجل. فلما قرأه الرجل قال: يا أمير المؤمنين، أجئتك تكتب لي عقد شراء بيت أم عقد شراء مقبرة؟ فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ونفعنا بعلمه ورحم الله جميع الصحابة والعلماء والشيوخ والفقهاء وكل من ترك بصمة علم ينتفع منه الناس وبه الناس إلى يوم القيامة. قال له أمير المؤمنين: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسيطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، إلى آخر ما قال علي كرم الله وجهه. ثم قال له هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، والله إني بمعنى أنا ندمت، وأنا الآن أتنازل لهذا الرجل هذا البيت ديالي أنا اللي شريته لبيت مال المسلمين. وانتهت القصة.
نرجو الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أن يرزقنا وإياكم القناعة، وأن ينعم علينا بنعم طيبة ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا رب، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، يا واحدا ليس في ملكه ثاني، يا من إذا ناديته لباني، أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وصل اللهم على حبيبك ومصطفاك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.